غرد الصحفي التركي أكرم قنر على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة، والتغريدة دي إن نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي وضع شرط جزائي للاعب الموهوب فيكتور روكي مهاجم الفريق، وحط النادي البرازيلي شرط تعجيزي بقيمة 100 مليون يورو لانتقال اللاعب لأي نادي قادر انه يكسر الشرط الجزائي. وصاحب ال17 عام واحد من افضل المهاجمين في اوروبا حاليا، وسجل اللاعب في موسم 2022 12 هدف في 19 مباراة. ونادي ريال مدريد ما اكتفاش بضم اللاعب أندريك فيليبي واللي قيمة الصفقة وصلت ل70 مليون يورو، وبيبحث النادي الملكي عن تعزيز صفوفه الهجومية ببدائل أخرى. ودخل النادي الملكي في صراع مع الأندية الأوروبية أمثال برشلونة والبي اس جي وبنفيكا البرتغالي لضم اللاعب. وأكد الصحفي إن العائق الوحيد لإتمام الصفقة وهو الشرط الجزائي الفلكي للاعب واللي بيلعب في الدوري البرازيلي.